طيب مبدئيا ايه كوبايلوت ده اصلا؟ فيا باشا شركه مايكروسوفت بتاعت ويندوز والكلام ده كله عملت تعاون مع اوبن اي اي واستخدمت شات جي بي تي 4 وطلعت في الاخر بكوبايلوت اللي بيستخدم شات جي بي تي 4 ومجانا. طيب يعني لو انت مش مشترك في شات جي بي تي بلس، كوبايلوت ممكن يغنيك عن انك تشترك فيه؟ مش بالسهوله دي، لان شات جي بي تي 4 فيه مميزات كتير مش هتلاقيها في حته غير لما تشترك فيه. بس في نفس الوقت لو انت مش عايز تستخدم المميزات الكتيره بتاعه شات جي بي تي 4 دي، فممكن تستخدم كوبايلوت هيعمل لك حاجات كتير هنتكلم عن شويه منهم في فيديو النهارده. بس مبدئيا كده ازاي تسجل فيه اصلا؟ فانت ممكن تسجل بالموبايل او البي سي عادي، فخلينا في الموبايل عشان تقريبا انت داخل من موبايلك اصلا دلوقتي. طيب عشان تسجل فيه فانت تفتح الابلكيشن عادي خالص، سواء بقى انت اندرويد او ايفون عادي، وبعدين هيفتح معاك الصفحه دي فهتقول له ساين ان من تحت، وهنا المفروض انت تسجل بحساب مايكروسوفت بتاعك. فانت ممكن ما يكونش عندك اصلا، فهتعمل كرييت وان. لو انت عندك اكونت مايكروسوفت فهتسجل بيه وخلاص. فهنا انت هتكتب مثلا اكونت الجيميل بتاعك اللي هو العادي خالص اللي انت بتستعمله، وهنا برضو هيقول لك اعمل باسورد يكون قوي يعني، فهتعمل اي باسورد، وبعدين هيقول لك اسمك والكلام ده كله، فالكلام ده سهل تملاه يعني. وبعدين بقى بيقول لك هيجي لك كود على الجيميل ده، فالمفروض هتروح تفتح الجيميل عادي، وبالطريقه دي كده فتح معاك اهو. تقدر بقى تستخدمه على البي سي، برضو تقدر تستخدمه على موبايلك عادي. طيب تقدر تعمل ايه بقى بكوبايلوت؟ انت ممكن تستخدم شات جي بي تي 4 وتسال عن اللي انت عايزه عادي وهيجاوبك. بس بصراحه انا حسيت ان هو بطيء شويه وبيتاخر شويه في الرد كده عن شات جي بي تي يعني الاساسي العادي. وكمان انت ممكن ترفع له اي صوره لاي حاجه وهو برضو هيقول لك الصوره دي مكتوب فيها ايه وهيشرح لك اللي مكتوب فيها. ونفس الكلام مثلا لو صوره من منهج عندك فممكن ترفعها له برضو وتساله عن اي حاجه فيها. وبصراحه في حاجه حلوه انا بستخدمها فيه على طول، وهي انك تطلب منه يعمل لك صوره بالاي اي. يعني مثلا لو قلت له عايز صوره زي كده فيعملها لك، وتقدر بقى تستخدمها في فيديو مثلا او تستخدمها في اي حاجه انت عايزها ليها يعني. وغير كده بقى والاهم انك ممكن تستخدمه كمان على البي سي عندك، وده الحاجه الحلوه فيه بصراحه. بس المشكله ان هو مع متصفح مايكروسوفت بس، ودي حاجه وحشه شويه لان معظمنا ما بيستخدمش مايكروسوفت ايدج. فانا اعتبر انك مثلا بتستخدم مايكروسوفت على طول، او لو عايزه مثلا بخش استخدم مايكروسوفت، فانت كده هتحتاجه يعني لما تعرف المميزات اللي هو بيعملها لك برضو على البي سي. فالمهم افتح مايكروسوفت ايدج عادي، وبعدين على علامه كوبايلوت اللي فوق دي اضغط عليها كده فهيفتح معاك اهو. فسجل فيه بقى بالاكونت بتاعك اللي انت لسه عامله على الموبايل عادي، او سجل فيه اي اكونت يعني. وممكن بقى تستخدمه مثلا لو انت فاتح اي موقع بتقرا منه زي كده ومش فاهم فيه حته معينه مثلا، او عايز تستفسر عن حاجه معينه فيه، فممكن يا صاحبي تروح على كوبايلوت من فوق وتساله السؤال اللي انت عايزه وهيجاوبك من الموقع ده نفسه. بس اتاكد انك محدد ان هو يقرا من الموقع ده بس عشان ما يجيبلكش حاجات من بره. وطبعا لو عايز تساله كمان عن حاجات من بره والموقع ده كمان فهو هيظبط لك كده الدنيا، بس خليها على الاولى. فهو كده هيدور في الموقع وهيدور لك في مواقع تانية كمان وهيجاوب على السؤال بتاعك. ونفس الكلام برضه لو بتشوف فيديو يوتيوب فهتقدر تستعمل نفس الحوار وتساله على اي حاجه في الفيديو وهيجاوبك برضه. فبدل ما تشوف فيديو طويل يعني عشان حاجه معينه بسيطه، فلا ممكن تستخدمه هو وهيسهل لك الدنيا. فبس كده فيديو سريع وبسيط. ما تنساش بقى تعمل لي فولو على الانستجرام، هسيب لك اللينك في الديسكربشن. وبس اشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم.